يا صباح السعادة والهنا والسرور. هنشوي النهاردة الفراخ على عين البوتاجاز بطريقة هتعجبك وسهلة وبسيطة جدا. بس البطل معانا النهاردة في الفيديو ده مش الفراخ، البطل معانا هو البصل ده. البصل بس هنشوي الفراخ وهنضيف لها البصل والتوابل، وهتشوفي الطريقة هتنبهري بيها وهتقرري تنفذيها اوام. بس الاول نسمي الله ونصلي على رسول الله ونعرف الطريقة والمقادير على طول. المقادير معايا هنا فرخة ونص قطعتها وغسلتهم كويس وصفيتهم من المية، ومعايا بصل هنا هنستخدم جزء منه هنفرمه في الكبة مع الفلفل الألوان، والباقي هنقطعه جوانح. ومعانا هنا التوابل ملح وفلفل اسود وزعتر وتوابل فراخ وسبع بهارات وبابريكا. هنقلب التوابل دي كلها على بعض، وهنستعمل معاها جزء منها مع الفراخ اللي هنتبل بيها البصل، وجزء هنضيفه واحنا بنسوي الفراخ مع بعض. يلا بينا نسمي الله كمان مرة ونشوف الطريقة مع بعض. فرمت البصل والفلفل وبقى بالجمال اللي انتوا شايفينه ده، وهنجيب دلوقتي التوابل ونضيفها على البصل ونتبل بيهم الفراخ مع بعض. خلاص فرمنا البصل وفضيته هنا، ومعايا التوابل زي ما قلت لكم هناخد نصها مع البصلة. ريحة التوابل فظيعة. ومعايا دايما اي حاجة تشويها تعودي حطي معاها معلقة سكر. السكر بيتكرمل وبيدي طعم ولون جميل جدا مع الفراخ او اي مشويات تيجي تشويها، سواء كفتة او لحمة او فراخ. خلاص كده انا تبلت كويس البصلة بالتوابل. هجيب بقى الفراخ اللي مغسولة ومتصفية كويس وهحشيها وتبلها بتتبيلة البصلة اللي احنا عملناها. نملاها كده ونحشي ما بين الجلد. البصل ده بيبقى طعمه جميل جدا في الاكل. نجيب الكتف برضو الفراخ انا مسويه فيها فتحات زي ما انتوا شايفين كده علشان تشرب من التتبيله وتاخد الطعم الجميل. ادخل ما بين الفتحات اللي انا عاملاها واحشي الفراخ بتتبيله البصل. هكمل الطريقة وهتبل كل الفراخ بالبصل، وبعد كده هنكمل مع بعض ان شاء الله. خلاص خلصت تتبيل كمية الفراخ كلها، وهنروح دلوقتي على البوتاجاز علشان نشوي الفراخ عليه وتشوفوا الطريقة معايا. هنبتدي نشوي الفراخ على عين البوتاجاز. زي ما قلت لكم انا حطيت شويه زيت في الصينيه، وهنزل بالبصل ببقيه البصل اللي قلت هنقطعه جوانح. وهتبله بشويه التوابل اللي قلنا هنخليها عشان نتبل بيها بقيه البصله. هنشوح البصلة كده، طبعا مش هنحمرها، يا دوبك تدبل معانا. وهنضيف عليها الفراخ وهنشوف هنعمل ايه. انا مش عايزه اقول لكم ريحه البصل والتوابل ملت المطبخ وبقت جميله ازاي. خلاص كده البصله معانا اهي، احنا قلنا مش هنحمرها، يا دوبك بنكرملها بالتوابل اللي احنا حطيناها عليها اهي. وهنفردها كده في قلب الصينيه، وهننزل على طول بالفراخ.
هناخدها تشويحة من كل ناحية وهنكمل مع بعض ان شاء الله. هنقلب الفراخ على الناحية التانية علشان تاخد معانا تشويحة ولون. هنقلب الفراخ على الناحية التانية. خلاص كده كفاية، خدت معانا التشويحة اللي احنا عايزينها. تمام كده، خلاص كده احنا خلصنا كده الفراخ. معانا هنا نص كوباية مية مغلية، نص بس علشان عايزين نكمر بيها الفراخ ونكمل تسويتها. وهنغطي على الصينية، وبعد ما هتستوي هنحطها تحت الشواية وهنشوف اللون والطعم والشكل مع بعض. خلاص الفراخ استوت معانا وبقت تمام وبقت جاهزة، شايفين استوت اهي. خلاص الفراخ بقت تمام معانا وزي الفل واستوت اهي كده. لو نختبرها كده ونشوف السوا بتاعها 100 100. هنروح ناخدها وش تحت الشواية ونشوف التقديم بتاعها مع بعض ان شاء الله. شايفين الجمال والحلاوة بعد ما طلعت من تحت الشواية؟ مفيش اجمل من كده. خدي مني بقى اخر تركاية، عصرة ليمونة كده عليها وشوفي الطعم ده هيبقى ازاي، هيوديكي في عالم اخر زي ما بيقولوا. تحفة. اخر حاجة الفحماية هنحطها ونحط عليها شوية الزيت ونغطيها على طول قبل التقديم. هنشيل الفحماية بقى ونشوفها مع بعض. شايفين؟ لا شوي بقى على فحم ودخان وقلب ريحة البيت، مفيش اسهل من اللي انتوا شايفينه ده. سخنة طبعا انا مش عارفة امسكها. منتهى الجمال والحلاوة. طبعا البصل بقى تاكليه كده بالعيش جنبيه هيبقى في منتهى الجمال والطعامة. بس كده 100 100. يا رب الطريقة تعجبكم وتعمليها وتكتبيلي في التعليقات وتشتركي في القناة وتعملي لي لايك. بحبكم في الله.